السلام عليكم. فيديو النهاردة معانا فيه وصفات كتير وأفكار للغدا، وكمان أفكار تنفع للفطار أو العشاء أو حاجة حلوة كده سهلة وسريعة. تابع الفيديو للآخر إن شاء الله يعجبك وتستفيدي منه. ما تنسيش كمان لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد. اشتركوا كمان في القناة التانية وصفات لامار، فيها برضو فيديوهات مجمعة تحفة تستفيدوا منها إن شاء الله. اول وصفه معانا، جبت حله ضفت فيها ميه وسبتها لحد ما تغلي. الميه دي كنت ضايفه فيها طماطميه كده بشراها او ضربها في الخلاط، وضفت بصل، ضفت كمان فلفل اخضر مقطعهم كده لمكعبات، ضايفه كمان اعواد الثوم اللي ضايفاها كده في الفريزر بحطها طبعا في الشوربه زي ما قلت، وضفت بقى التوابل ملح وفلفل اسود بهارات فراخ وجنزبيل وطبعا لورا وحبهان. وبدات بقى اسلق فيها الفراخ. انا سلقت معايا حوالي 3 اوراق، قسماهم لجزئين. طبعا هسيبهم بقى لحد ما يتسلقوا. في نفس الوقت هسلق كميه من المكرونه، استخدمت مكرونه سباكيتي، ضفتها في ميه سخنه، ضايفه فيها ملح. طبعا اول ما استوت معانا خلاص بقى صفيتها، وفي نفس الحله شويه زيت وشوحت فيها الثوم. طبعا دي الثوم او هريسه الثوم اللي بضيف معاها فلفل احمر او اخضر، تبقى جاهزه كده زي ما قلنا على طول. طبعا برضو شوحتها شويه لحد ما بدات تاخد معانا لون ذهبي حلو. ضفت لها بقى كميه من الصلصه، ضفت لها حوالي معلقه كبيره من الصلصه الجاهزه، وكمان عصير طماطم ضرباه في الخلاط، وتبلتها بملح وفلفل اسود، شويه من الكمون والكزبره. ضفت كمان مكعب مرقه وده اختياري، وسبتها بقى لحد ما تتسبك. جبت بقى طبق ضايفه فيه شويه دقيق، ضايفه عليه بهارات بصل بودر وثوم بودر وبابريكا وبهارات فراخ وكمان جنزبيل وملح وفلفل اسود. اضيف عليه ميه بالتدريج لحد ما يبقى معانا القوام كده مش تقيل قوي مش خفيف قوي. اجيب كمان طبق تاني فيه دقيق وضايفه عليه شويه نشا عشان يبقى الكفر معانا كده كريسبي ولونه كمان فاتح. جبت طبعا الفراخ بعد ما سلقناها، سبتها تبرد شويه، وبعدين بدات اضيفها في خليط الدقيق اللي هو بالميه، بعدين في خليط الدقيق التاني بغلفه كويس بالدقيق، بنفضه طبعا كويس زي ما شايفين كده، وبعدين على طول نحمرها في زيت سخن على النار. كده بنكون حولنا الفراخ معانا المسلوقه لفراخ كريسبي او كنتاكي بطريقه سهله وبسيطه، ونتيجه بجد هتعجبكم قوي. طبعا بسيبها الاول لحد ما تاخد كده لون من تحت وتمسك نفسها، بعدين اقلبها على الوش التاني. هنا كمان الصلصه معانا كانت خلاص اتسبكت. في الاخر بقى بضيف لها المكرونه وقت تقديم الاكل وبقلبها. طبعا احنا كده بنكون عملنا الفراخ الكريسبي او الكنتاكي بطريقه سهله وبسيطه، وحولنا كمان الفراخ المسلوقه لفراخ كنتاكي. عملناها في البيت بكل سهوله، طعمها هيطلع حلو قوي، وكمان هنبقى اتاكدنا ان هي تسويه مظبوطه ومستويه من جوه. طبعا الفراخ معانا بتاخد لون بس، لكن طبعا هي مستويه زي ما شفنا كده. وطبعا بنكون برضو استفدنا من الشوربه، ينفعنا طبعا في وصفات كتير. بنشيلها كده في علب او في اكياس الفريزر وبنطلعها بقى، تنفعنا طبعا كتير. وبكده بنكون عملنا وجبة الغداء، وعملنا مكرونة سباكيتي بالصلصة، وكمان جنبها فراخ مقرمشة او كريسبي، وقدمنا جنبها كمان مخلل وكمان الشوربة. ودي كانت الوصفة معانا. الوصفة دي سهلة بجد وسريعة، ما اخدتش وقت خالص في تحضيرها، يدوب بس سلقنا الفراخ وكمان سلقنا المكرونة وبس كده. عملنا بقى الكفر اللي احنا عملنا بيه الفراخ وحولناها كده الفراخ كريسبي وحمرناها، وبكده الاكله معانا جاهزه تحفه جدا وطعمها حلو قوي. جربوها. الوصفه معانا اللي بعد كده هنعمل كبد وقوانص بطريقه حلوه جدا. في البدايه اخدت القوانص قطعتها لقطع صغيره، بدات اشوحها الاول في شويه زيت على النار لحد ما بدا يغير لونها، بعدين ضفت لها كميه من الخضار عباره عن بصل وفلفل اخضر واحمر، وبدات اشوحها كويس مع البصل والفلفل لحد ما بدأت تدخل معانا في السوا. وضفت لها كمان التوابل ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات فراخ وشويه جنزبيل وقرفه لو حابه. بقلبها بسيبها شويه لحد ما تستوي. بزود لها حوالي كده نص كوبايه من شوربه او ميه سخنه لو حابه، وتضيفي معاها ممكن مكعب كمان مرقه. بغطي عليها بقى، بسيبها كده على نار هاديه لحد ما تستوي وتشرب كمان الميه اللي احنا ضفناها او الشوربه. بعدين هبدا انزل عليها بالكبد. الكبد برضو مقطعاها لقطع صغيره، وضفت لها معلقه من الثوم او هريسه الثوم، وبدات اشوحها زي ما شايفين كده. طبعا انا ضفت القوانص الاول لانها بتاخد وقت في التسويه زي ما كلنا كده عارفين. غطيت بقى عليها وسبتها كده على نار هاديه لحد ما تستوي. لو حابه كمان تضيفي لها صلصه زي ما تحبي او كمان طماطم. انا ضايفه كمان مع التوابل بابريكا، اديتها كمان لون حلو. في الاخر بقى ضفت لها شويه كده من البطاطس مقطعاها كده الحلقات او مكعبات او صوابع زي ما تحبي، وبقلبها كده مع كل المكونات اللي احنا عملناها. ضفت لها في الاخر حوالي كده معلقه من الصلصه، في اخر شويه كده في البرطمان زودت لها شويه ميه، وبقلب بقى بسيبها شويه كده على النار تبدا كده تغلي وتبدا البطاطس تدخل معانا في السوا. خلاص على طول بقى باخدها بضيفها في طاجن وادخلها الفرن. وطبعا ممكن تكملي التسويه كده في الطاسه وتستوي طبعا على عين البوتاجاز زي ما تحبي، او تدخليها الفرن في طاجن كده زي ما هعمل. زودت لها كمان حوالي كده نص كوبايه من الشوربه او الميه طبعا لو حابه، وهبدا كده اظبطها كده، وطبعا ازود لها ملح لو احتاج. يعني ظبطي بقى التوابل بتاعتها وبغطيها وبدخلها بقى الفرن لحد ما تستوي معانا وبتبقى بالشكل ده. ممكن تديها كمان وش تحت الشوايه لو حابه.
زي ما شايفين معانا البطاطس مستويه وطعمها حلو جدا، اخده كده من طعم الكبد والقوانص. هنعمل كمان رز معمر هنقدمه كده جنب الاكله. جبت كيلو من الرز، غسلته طبعا الاول كويس، وهضيف له الملح بتاعه، شويه كده صغيرين من الفلفل الاسود وشويه زيت. بقلب الرز كده في الزيت والملح والفلفل الاسود اللي احنا ضفناه. وطبعا ببقى مجهزه بقى كيلو من اللبن، بيكون سخن ومغلي. ببقى ضايفه له كمان كوبايتين من الميه، واضيف له كمان معلقه كبيره من السمنه. ولو عندك كمان قشطه وش اللبن بتضيفيها. كل كمان ما استخدمتي لبن يكون دسم كل ما هيبقى طبعا حلو جدا. بدخله بقى الفرن يكون سخن، بدخله الاول تحت الشوايه مش بشغل تحت، يبدا كده يكون طبقه معانا وياخد معانا وش او لون كده حلو. نبدا بقى نطفي الشوايه ونشغل من تحت لحد ما يستوي معانا. طبعا بتدخلي كده معلقه او سكينه، بتاخدي شويه كده من الرز لقيتيه استوى خلاص، بتقفلي عليه النار، بياخد وقت معانا وبيستوي بسرعه. وكده كانت الاكله معانا جاهزه. عملنا الرز المعمر، وعملنا كمان طاجن الكبد والقوانص بالبطاطس. وطبعا كمان ممكن تعملي الرز المعمر ده في طاجن لو حابه، او في صينيه كده زي ما عملت. تسيبيه بقى يهدى شويه كده وتبداي تقطعيه زي ما عملت كده، بيتقطع معانا بالقطعه كده زي ما شايفين. وتقدمي بقى معاه الكبد والقوانص والبطاطس، وتعملي كمان جنبها سلطه او مخلل زي ما عملت. ودي كده كانت الوصفه معانا. الوصفه بقى اللي معانا بعد كده، جبت طاسه على النار فيها شويه زيت، وشوحت فيها كميه من البصل مقطعاه كده لشرايح او جوانح. كميه البصل طبعا او اي خضار بنضيفه بتبقى حسب الرغبه، تزوديه او تقلليه زي ما تحبي. ضفت عليهم كمان فلفل اخضر بعد ما دبلت كده البصل. ممكن كمان تضيفي فلفل الوان لو حابه. وضفت كمان توم مفروم، اللي هو هريسه التوم بالتتبيله. شوحتهم لما بدأ ياخدوا كده لون معانا، نزلت عليهم بكميه من الفراخ مقطعاها قطع صغيره، او شرايح البانيه مقطعاها كده شاورما. كميه برضو زي ما تحبي تقلليها او تزوديها. هنزل بقى عليهم بالبهارات. البهارات عباره عن ملح وفلفل اسود، بابريكا، وبهارات فراخ، وجنزبيل وتوم بودر وبصل بودر لو حابه. بسيبهم بقى على نار عاليه عشان طبعا الفراخ ما تنزلش ميه معانا. بنقلبها من وقت للتاني، طبعا مش بتاخد وقت معانا وبتستوي بسرعه. بجهز بقى طبق فيه كده نص كوبايه من السمنه، واضيف عليها كوبايه من الزبادي، وعليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. وبقلب الخليط ده كويس، بيبقى خليط التوريق معانا، بيحول معانا بقى الفطير او بيحول معانا الجلاش كتير، وبيخليه طعمه حلو جدا. ببدأ بقى اجيب الصينيه الاول دهنها كده بشويه من الزيت او السمنه، وبحط بقى طبقات كده الجلاش. بحط طبقتين من كل ورقتين، بدهن بقى بخليط التوريق ده. طبعا بحط نص الورقه جوه والنص بره كده زي ما شايفين. ممكن طبعا تعمليها في صينيه تكون اكبر زي ما تحبي، او ممكن كمان في صاج يكون مستطيل او مربع برضو زي ما تحبي. بخلص بقى كل كميه الجلاش اللي معانا، بسيب بس كده ورقتين للاخر. بحط بقى كده الحشوة في النص زي ما شايفين. طبعا الحشوة كمان ممكن تغيريها، ممكن تبقى بسطرمة او حشوة البيتزا، ممكن تبقى لحمة مفرومة زي ما تحبي. بكمل بقى وبقفل كده طبقات الجلاش، برضو بحط كده بين كل طبقات الخليط اللي احنا عملناه كده. وفي الاخر زي ما قلنا بنشيل كده ورقتين عشان نقفل بيها الفطيرة معانا، وتبقى شكلها طبعا مظبوط زي ما شايفين كده. باخد بقى اخر ورقتين، وبحاول كده كمان اظبطها وادخلها كده من تحت عشان تبقى الفطيرة معانا متماسكة. اخر شويه كمان من خليط التوريق ده بحطه كده على وش الفطيره من فوق. بنظبطها بقى وبندخلها كده زي ما قلنا عشان تبقى معانا مظبوطه. هبدا بقى احط بقى على الوش اي حاجه بقى بتحبيها، ممكن جبن بس، او شويه كده من الطماطم مقطعه قطع صغيره، وكمان زيتون، شويه من الجبنه الموتزاريلا. ضفت كمان بيضه ضربتها كده مع شويه ملح وفلفل اسود، وضفتها طبعا على الوش. طبعا دي اختياري لو حابه تضيفيها او لا. بدخلها بقى فرن سخن على درجه حراره عاليه. لما تستوي معانا تشغلي لها الشوايه لو احتاجت، تطلع معانا بالشكل ده. طبعا كل بقى ما استخدمتي جبنه موتزاريلا جودتها احلى، بتطلع طبعا معاكي احلى بكتير. ده كده شكل الفطيره معانا. طبعا بتتقطع بعد ما بتخرج من الفرن. وطبعا انا ما استخدمتش الحشوه كلها، سبت كده شويه من الشاورما او خلطه الفراخ. عملت كمان شويه مكرونه كده صغيرين، مكرونه بالصلصه، هضيفهم كده في طواجن واضيف عليها كمان الفراخ. وطبعا دي فكره وجبه برضو ممكن تعمليها كده في يوم لوحدها. تعملي كده طواجن المكرونه بالفراخ وتدخليها الفرن مع شويه كده جبنه فوق الوش، او بشاميل زي ما تحبي. طبعا كان عندي شويه برضو من الصلصه ضفتها كده فوق الجبنه، وهدخلها بقى الفرن. طبعا المكرونه مستويه والفراخ كمان هدخلها بس تحت الشوايه تاخد معانا لون، ونخرجها وتقدمي بقى معاها كده كاتشب او اي صوص بتحبيه. ودي كده كانت الفكره معانا. عملنا صينيه الجلاش او الفطيره بالجلاش، طعمها حلو جدا. وكمان الطواجن بالفراخ، طواجن المكرونه بالفراخ والجبن. وطبعا لو حابه الفطيره معاكي تكون طريه، اول ما بتخرج من الفرن بتغطيها. ودي كده كانت الوصفه معانا. ندخل بقى على افكار معانا اللي بعد كده. جبت نص كيلو من الدقيق، ضفت عليه معلقه كبيره من الخميره، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من اليانسون او الشمر واليانسون.
معلقة كبيرة من السمسم، وهنبدأ نعجن بقى المية الدافية، وضايفة كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا المية بنضيفها بالتدريج حسب بقى ما العجينة تاخد معانا. طبعا انا كنت نسيت الاول اضيف المادة الدهنية اللي هي الزيت او السمنة، بس ضفتها بالشكل ده. افضل طبعا تبسيها كده الاول مع الدقيق، يعني السمنة او الزيت تبسيهم الاول مع الدقيق وبعدين تعجني بالمية. كمية السمنة اللي استخدمتها كانت كوباية من السمنة، ممكن تبقى طبعا نصها زيت ونصها سمنة زي ما تحبي. عجنتها طبعا كويس لحد ما بقت معانا بالشكل ده زي ما شفنا. سبتها تخمر حوالي ساعة، وبعدين بدأت افردها في صاج او صينية. الصاج كده دهناه بشوية من الزيت، بدأت افرد فيها العجينة بالشكل ده، وبعدين هبدأ اقطعها كده لصوابع بأي قطاعة عندك او بسكينة. حاولي كده تقطعيها تكون متساوية، كمان تخمر للمرة التانية بعد طبعا التشكيل حوالي كده ربع ساعة او نص ساعة، ودخلتها فرن سخن على درجة حرارة 200. طبعا نلاقيها اخدت لون من تحت، نبدأ بقى نشغلها الشواية تاخد لون ذهبي حلو كده زي ما شايفين، وبتخرج معانا بالشكل ده زي ما شايفين كده. بتتقطع صوابع، طبعا بنعيد عليها تاني بالسكينة وبتقطع معانا بكل سهولة زي ما شايفين. وبكده بنكون عملنا قراقيش او قرص في الصاج مرة واحدة كده، وتشكيل سهل جدا وبسيط زي ما شفنا. تقدميها كده جنب كوباية الشاي للفطار او العشاء، تحفة جدا. كمان الكمية زي ما شايفين كده ما شاء الله، بنص كيلو بس من الدقيق عمل معانا كمية كويسة جدا. وطبعا كمان هي سمكها طالع معانا عالي زي ما شايفين كده. حباها كمان تكون مقرمشة بتكبري الصاج، يعني انا استخدمت كمان صاج صغير. طبعا ما كبرتي الصاج كل ما هتكون معاكي الطبقة رقيقة، وهتبقى معاكي كمان مقرمشة اكتر لو حباها تكون ناشفة. طعمها بجد حلو قوي. طبعا اضافة اليانسون والشمر وكمان السمسم، وكمان ضفت حبة البركة كده والسمسم كمان فوق قبل ما ادخلها الفرن. طبعا الحاجات دي بتديها طعم حلو كمان فايدة وقيمة غذائية. الفكرة اللي معانا بعد كده، جبت كوبايتين من الدقيق، ضفت عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، ضفت كمان معلقتين كبار من السكر، وضفت كمان 4 معالق كبار من النشا، ضفت كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة مش مليانة، ورشة بسيطة من الملح. وبس بقلب كده المكونات مع بعض، وهبدأ بقى اعجن بالمية. بضيف كوبايتين بس مش هستخدمهم كلهم، بضيف الاول اول كوباية، طبعا يفضل انها تكون دافية، والكوباية التانية بنزل بيها بالتدريج وبقلب كويس كده بالمضرب. احنا عايزين طبعا عجينة ما تكونش تقيلة قوي ما تكونش خفيفة قوي. احنا كده بنعمل عجينة الزلابية، بس طبعا هنشكلها بتشكيل تاني. اهم حاجة بقى تضربيها كويس في الوقت ده. لازم طبعا نفضل نقلبها كده كويس عشان تعمل معانا كده زي كأنها كده بتمط. طبعا بقى بسيبها تخمر شوية، انا كمان سبتها كتير تخمر، فطبعا زي ما شايفين كده طلعت كمان بره البولة. هي طبعا على طول كده في الصيف بتخمر بسرعة. هبدأ بقى انقلها كده في كيس، وهفتح كده فتحة صغيرة خالص. هنعمل او نشكلها كده زي طبعا في الوقت ده ممكن تشكليها كده بمعلقه وبتبقى زلابيه، هي نفس عجينه الزلابيه بالظبط او لقمه القاضي طبعا، بس انا حبيت كده اشكلها بتشكيل مختلف وكمان بيبقى سهل جدا. بتعملي كده خطوط عشوائيه زي ما شفنا كده بالكيس، تبدا بقى تاخد لون، نبدا بقى نقلبها على الوش التاني لحد ما تاخد معانا لون ذهبي حلو، ونخرجها على طول. طبعا ما بتاخدش وقت، على طول بتستوي. وبخلص بقى باقي الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. طبعا الكميه دي ما شاء الله بتعمل معاكي كميه كتير قوي. مجرد ما بتاخد لون حلو بقلبها على الوش التاني زي ما شايفين، وعلى طول بقى بتستوي معانا وبنخرجها. بضيف لها بقى على طول اول ما بخرجها كده من الزيت بضيف لها سيرب او شربات يكون بارد وهي بتبقى سخنه، او ممكن كمان تضيفي عليها سكر بودر او صوص شوكولاته زي ما تحبي تقدميها. تحفه جدا زي ما شايفينها كده، اخده لون حلو كريسبي كده من بره ومقرمشه، وفي نفس الوقت من جوه كده هشه وخفيفه. طعمها تحفه جدا، جربوها تعجبكم قوي. كمان سهله وسريعه. وطبعا مش دي الكميه كلها، طبعا ده كده طبق صغير من الكميه، وطبعا تقدروا تشكلوها بالمعلقه زي ما قلنا وتبقى كده لقمه القاضي او الزلابيه. تحفه جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم، وسهله ومقادير بسيطه وكمان اقتصاديه، مقرمشه كده وكريسبي وخفيفه جدا من جوه. ندخل بقى على اخر وصفه معانا النهارده، وهنعمل بانكيك بطريقه سهله وبسيطه وتحفه جدا، ينفع كمان في فطار او عشاء. وهنستخدم فيها بيضه واحده بس، ضفت عليها ربع كوبايه من السكر، ضفت كمان نص كوبايه من اللبن، وضفت فانيليا، ومعلقتين كبار من الزيت، ومعلقه من الخل. وهنضرب بقى كل الكلام ده كويس كده بالمضرب اليدوي زي ما شايفين. اهم حاجه نضربها كويس لحد ما الخليط معانا يبقى لونه فاتح بالشكل ده. هنبدا بقى نضيف عليها كوبايه واحده من الدقيق، وكمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه بسيطه من الملح، وبس كده بنقلب بقى الخليط معانا كويس لحد ما يبقى بالشكل ده. بجيب كيس تلاجة وبفضي فيه خليط الكيك زي ما شايفين كده. طبعا تقدروا كمان تخلوها بالشوكولاته وتضيفوا معلقه كاكاو بدل معلقه من الدقيق. وبنفتح بقى فتحه صغيره كده في الكيس. بجيب بقى صينيه او طاسه تكون طبعا مش بتلزق، دهنها طبعا بمسحه كده صغيره من الزيت. بنزل بقى فيها خليط البانكيك بالشكل ده. بنحاول طبعا نخليها كلها كده تبقى مقاس واحد،
اول طبعا ما تبدا تمسك كده نفسها من تحت تقلبيها بقى على طبعا النار معانا بتبقى متوسطه او مايله كمان معانا للهادي عشان طبعا ما تتحرقش معانا وتستوي، وعلى طول مش بتاخد وقت، بتستوي معاكي بسرعه جدا زي ما شايفين كده. على طول بقى بطلعها كده في طبق على جنب. وطبعا بقى حجم البانكيك تقدري تكبريه او تصغريه زي ما تحبي، انا عاملاه كده ميني بيبقى تحفه جدا. هنخلص بقى الكميه اللي معانا كلها بنفس الطريقه، نتاكد كده ان هي اخدت لون من تحت وبدات تعمل كده فقاعات من فوق، نبدا بقى نقلبها على طول. هخلص بقى كل الكميه اللي معانا، شايفين ما شاء الله كوبايه بس من الدقيق وبيضه واحده بس عملت لنا كميه كويسه جدا من البانكيك، تحفه جدا طعمه كمان حلو قوي، ما بياخدش وقت خالص في التسويه، على طول كده بتبقي خلصتيه. وطبعا بقى معاكي خيارات كتير، اول ما يستوي معاكي تقدري تضيفي عليه مربى، تقدري كمان تضيفي عسل، كمان ممكن تضيفي سكر بودر او شوكولاته او صوص شوكولاته او صوص كراميل، طبعا اضافات كتير قوي، او تسيبيها كمان ساده زي ما عملت. طعمه اصلا لوحده تحفه، كمان سكره مظبوط قوي وطري جدا وخفيف قوي وكمان مظبوط، وطبعا تقدري تعمليه كده بكل سهوله وينجح معاكي من اول مره. ودي كانت افكارنا النهارده ووصفاتنا من الحلو والحادق، اتمنى تكونوا خدتوا فكره واستفدتوا من الفيديو وتجربوا الافكار وتنفذوها ان شاء الله. شايفين ما شاء الله الكميه بكوبايه بس من الدقيق عمل معانا كميه كويسه جدا من البانكيك وتحفه جدا وطري زي ما شايفين كده، وطعمه بجد حلو قوي. ممكن كمان تضيفي منه في اللانش بوكس للمدرسه، ممكن كمان تحشي كده كل اتنين مع بعض ويبقى تحفه جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا كمان في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد، وتشتركوا كمان في قناه وصفات لمار هتعجبكم وهتستفيدوا منها. استنوني بقى في فيديوهات جديده ان شاء الله وافكار تانية كتير. اسيبكم في رعايه الله، سلام عليكم.